صباح الخير والفل والجمال على كل ام ناسيه نفسها. طبعا احنا كلنا بنصحى من النوم، نعمل اللانش بوكس، نفطر الاولاد قبل ما يمشوا يروحوا المدرسه، او ناخدهم كده نروح نوديهم، نرجع نغسل المواعين، نروق الشقه، ننظف البيت، هوب جه ميعاد المدرسه، ناخد بعضينا وننزل على طول نروح نجيب العيال من المدرسه، وبعد كده اللي وراه دروس يروح. وتيجي كده علينا الوقت اللي هو الساعة 2 الساعة 3 هوب دروب كلنا وقعنا فيه، اللي هو ايه؟ ان احنا نسينا نفسينا من غير فطار. احنا ما فطرناش يا جماعة، ايه ده؟ طبعا كل ده بيأثر علينا يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم. تلاقي نفسك دايخة، تلاقي نفسك مش قادرة، تلاقي نفسك بقيتي مهبطة، تلاقي نفسك الصداع على طول، تنامي بالصداع وتقومي بالصداع. طبعا كل دوت بيحصل لي انا كأم، وطبعا اكيد بيحصل لكم كلكم كأمهات. عشان كده انا بقول دي رسالة مني لكل امهات مصر، عشان كده بقول لكل ام ناسيه نفسها. طبعا انا واحدة من الناس اقسم بالله ما ليا نفسي خالص للفطار، ولا عايزه اكل، ولا ليا نفسي اشرب ولا اكل اي حاجه. بس طبعا عشان اخد العلاج، لاني انا وقعت في التراب اللي انا بقول لكم عليه دوت، ان احنا خلاص نسينا نفسنا، فابتديت ان انا ادوخ، الصداع على طول بقى ماسكني، فعايزه ايه؟ اكل اي حاجه خفيفه علشان خاطر ابتدي ان انا اخد العلاج بتاعي. طيب ايه اللي انت هتاكليه؟ انا هاكل ايه؟ حاجات ايه بسيطه كده اهوت، وموجوده في كل بيت، يعني هعمل لانش بوكس موجود في كل بيت. سيبكم بقى من اللانش بوكسات التانية، وتعالي بقى نقول لكم ايه على اللانش بوكس الامهات. هنعمل ايه؟ اول حاجه نوت انا معايا رغيف بلدي، رغيف عيش بلدي بتاع الفرن اللي احنا بنجيبه من على بطاقه الطعميه. هبتدي ان انا افتحه كده اهو، تمام اهو، فتحته كده اهوت اكنك هتعملي حواوشي. وعندي بيضايه، طبعا انا بتكلم كده اهوت علشان خاطر احنا بجد بقينا ناسيين نفسينا خالص. احنا بجد كده اهو بقينا ناسيين نفسنا بطريقه مبالغ فيها. يعني انا مش هحط ملح ولا احط اي حاجه خالص، مش عايزه لا احط ملح ولا عايزه احط حاجه. همسك كده البضايه، احط نصها بس كده في الرغيف، تمام. وهبتدي ان انا هعمله كده، تمام. مليت الرغيف، مش هو واضح ولا مش واضح؟ اه واضح، بصوا كده واضح اكتر. عندي هنا جبنه موتزاريلا، هبتدي ان انا اخد منها شويه كده اهوت. كل ده طبعا كان في الفريزر، انا لسه مطلعاه. حطينا كده شويه من الموتزاريلا، ما عندكيش موتزاريلا حطي اي حاجه، تمام. حطينا كده شويه من الموتزاريلا. هنا اهوت انا كنت مصلصه صلصه طماطم، تمام. اهو كده معلقه. انا بحب ان انا اجيب صلصه الطماطم، بحب اجيب الطماطم يعني، واروح ايه 5 كيلو طماطم، وابتدي ارفعهم على النار واسبكهم واحطهم في القلب. حطيت كده شويه من الطماطم، نحط عليهم رشه من الزعتر، وعندي نوات فلفل وطماطم وزيتون. هاخد كده شويه من الفلفل كده اهو، وشويه من الزيتون، هبتدي ان انا احطها بالطريقه دي كده اهو، بالطريقه دي. عندي هنا بقى جبنه شيدر، احط شويه جبنه شيدر. انا زي ما قلت لكم كل ده كده هو طالع من الفرن من الفريزر. بصي افطري اي حاجه خفيفه على الصبح. اللي ما عندوش اي نوع من انواع الجبن اللي انا هحطها دي يستغنى عنها، ما تقفيش على حاجه معينه. انت ممكن على فكره تعمليه بيض بس، او ممكن مثلا تعمليه بيض وجبنه بس. بس انا ايه هعملها ايه كنظام البيتزا كده مش اكتر. بشر الجبنه الرومي، انا بحب اجيب الجبنه الرومي دي اول مبشوره من الهواري، بتبقى حلوه قوي. احط بقى عليهم شويه موتزاريلا تاني، شويه موتزاريلا. 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 شويه موتزاريلا.
عملنا بيتزاية من العيش وحلوه صحيه اهو، ما عملناش بقى لا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه خالص، بالطريقه دي كده اهو. طبعا كده في طاسه سخنه على النار هنحط معلقه واحده بس من الزيت، وهنبتدي ان احنا نحط البيتزاية بتاعتنا فيها، وهتاخد بالظبط حوالي 10 دقايق معانا، بس طبعا هنغطي وشها علشان خاطر الجبن بتاعتنا تسيح والبيض يستوي. 10 دقايق بالظبط هطلع منها احلى بيتزا. جميل جدا جدا، سخون قوي 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 بجد، شايفين طلع حلو قوي وجميل جدا. نبتدي كده بقى ان احنا نقطع فيه. طب دي اهو تحطي عليها الكاتشب، خلص ولا ايه؟ لا اهو هتحطي عليها كاتشب بالطريقه دي كده اهو، وهتبتدي ان انت تفطري. لو انت ملكيش نفس الفطار تقدري ان انت تاخدي حتى قطعه واحده بس زي دي، ممكن تشربي بقى جنب منها النسكافيه او تشربي جنب منها الشاي بلبن زي ما انت محبه، بس اهم حاجه ان انت تاكلي اي حاجه خفيفه على الصبح. الام المصريه ملهاش بديل، انت ملكيش بديل، لو وقعتي البيت كله هيقع بلا استثناء. بعد ما تفطري كده بقى، اذا كنتي عندك مواعين هتغسليها، اذا كنتي هتروقي شقتك، اذا كنتي هتروحي بقى تجيبي اولادك من المدرسه، انت بقى حره، انما تسندي قلبك باي لقمه قبل ما تعملي اي حاجه. طبعا انا هروح دلوقتي افطر، وهسيبك انت كمان يا ست الكل تقومي تحضري لك فطار كده خفيف وتفطري زي ما اتفقنا. الام المصريه ملهاش بديل، او اي ام عموما ملهاش بديل، انت لو وقعتي البيت كله هيقع. ومن الفيديو ده للفيديو الجاي هسيبكم في رعايه الله، وهقول لكم ايه، صباحكم زي الفل زي قلوبكم كده بالظبط. يلا السلام عليكم، ووعديني ان انت هتقومي دلوقتي بعد الفيديو دوت تقومي تفطري. يلا باي.